السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعينا الكرام، متابعي قناة عالم الأسعار. يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. عاجل جاكيت وملابس ربيعية، الأرصاد تكشف طقس 3 أيام وتحذر من هذا التوقيت. كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال ال3 أيام المقبلة على أغلب أنحاء الجمهورية. وقالت منار في تصريحات تلفزيونية اليوم الأحد إن البلاد تشهد استمرار في اعتدال الطقس اعتبارا من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل، مع استمرار نشاط الرياح خصوصا خلال ساعات المساء والليل. وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه ابتداء من يوم الأربعاء المقبل تعود درجات الحرارة ارتفاعها بشكل طفيف على أغلب الأنحاء. وتابعت منار غانم البلاد ستشهد خلال الأيام المقبلة خصوصا في فترات الليل والصباح الباكر انخفاضا في درجات الحرارة، لذا لا ننصح بارتداء الملابس الصيفية في هذين التوقيتين تحديدا. ونصحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الربيعية لتجنب نزلات البرد واصطحاب جاكيت لارتدائه في حال الخروج في فترات الليل والصباح الباكر. وكانت الأقمار الصناعية رصدت نشاطا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتنشط أحيانا على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة. وتتراوح سرعة الرياح على السواحل الشمالية الغربية بين 24 و 30 كيلو متر في الساعة، وفي الوجه البحري والقاهرة وبقية السواحل تتراوح ما بين 15 إلى 22 كيلو متر في الساعة. ومناطق شمال ووسط الصعيد تتراوح سرعة الرياح بين 16 إلى 23 كيلو متر في الساعة. أما باقي مناطق جنوب الصعيد حوالي 18 كيلو متر في الساعة. أمطار ورياح. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 6 أيام مقبلة. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من اليوم الأحد 7 مايو وحتى الجمعة 12 مايو 2023 على معظم أنحاء الجمهورية. وقالت الهيئة في بيان صحفي يسود طقس مائل للبرودة صباحا، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. طقس اليوم تسقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة. كما يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة. طقس الاثنين تسقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة. يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة. طقس الثلاثاء تسود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة. طقس الأربعاء والخميس تسود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة. طقس الجمعة تسود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. كذلك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة. قبل ما ننهي الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.